يا هلا وغلا بكل اخواتي الموجودين هنا، مرحبا اساطير في فيديو جديد النهارده. جيناكم باقوى فيديو في تاريخ فري فاير. اكيد بتسأل نفسك وبتشوف لعيبه كتير بتجيب هيد شوت وهيد شوت بسرعه خياليه. بتسأل نفسك ازاي بيعمل الهدات دي كلها؟ هل بيستخدم هاكر ام بي سي ام له اعدادات معينه، ام في حاجة غلط انت متستخدمهاش؟ لعب في تليفونك ولا لعب فين؟ حب اصدمك واقولك ان مفيش اي حاجة من دي كلها. اللي هو بيلعب زيه زيك، ولكن هو بيستخدم ثغرة او بيستخدم حاجة بتخليه بالحرفنة اللي انت شايفها دي. زي ما انت شفت اللقطات اللي في الاول دي، بسبب الخدعة اللي انا استخدمتها النهاردة لزق فيها عنك اي محترف. شفت اللقطات دي وقدرت اعمل لقطات ممتازة، واقدر اعمل اكثر واكثر بسبب هذه الثغرة او هذه السر اللي محدش هيقولك عليه نهائي. لكن النهاردة جبتلكوا وسر مش هتتوقعه. ويلا بينا نخش نشوف في السر. طورنا في المقدمة، يلا بينا نخش نشوف في السر بتاع النهاردة. لكن ما تنساش الصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وانزل دلوقتي اخبط لايك وحط اشتراك في القناة وفعل زر الجرس واكتب لنا تعليق يحفزنا على الاستمرار ونشر المزيد من الفيديوهات. لو عاوزين اي تحديات او اي فيديوهات القادمة اكتبوها لنا في التعليقات. ويلا بينا بقى نخش في سر النهاردة. السر هيبهلك، سر تافه محدش يعرفه عن هذا السر غير القليل، غير المحترفين فقط. السر هيكون أصدقائي في الشخصيتين دول. الشخصيتين دول أفضل وأهم شخصيتين في اللعبة لاحتراف الوان شوت والهيد شوت وسرعة الهيد شوت. بيفرقوا جدا جدا الاتنين دول في الهدات اللي انت بتشوفها عند أغلب اللعيبة واليوتيوبر المحترفين. هتلاقي بيستخدم شخصية وولفر ولونا. الشخصيتين دول بيزيد عندك دقة الضرر ودقة التصويب في الهدات بشكل غير طبيعي. وولفر ده لما يكون في ناس بتشوفك في اللعب بتخلي بيزيد نسبة الهيد شوت عندك 30 و50%. ولكن لونا دي هي بقى الخلاصة اللي هي بتخلي سرعة الحركة وسرعة الضرب عندك 100% أكثر. وهتخلي هتشوف نفسك سريع، بتحس نفسك انت بتلعب بي سي. تلاقي توقع اللي قدامك في ثانيتين فقط. الشخصيتين دول اهم حاجة، ولا تقول لي اعدادات ولا حساسية ولا اي حاجة تاني. استخدم الشخصيتين دول وهتشوف اداء مبهر منك. مش هتتوقع ان الشخصيتين دول هم يكون سر احتراف اي لعب. وعشان اثبت لكم دلوقتي هنخش ونجرب مع بعض، نشوف اللقطات ونشوف الشخصيات. وهتلاقيني مستخدم الشخصيات، ركز على الشخصيات اللي انا مستخدمها تحت. تلاقي نفس الشخصيات اللي انا بقولك عليها استخدمها وهتدعيلي. وده السر بتاع النهاردة جيت اقوله لكم. يلا بينا نتابع ونشوف اللقطات، هل السر ده شغال والشخصيات دي فعلا اقوى شخصيات؟ يلا بينا نشوف باقي اللقطات.